السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بيتي. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا براونيز بالشوكولاتة، حاجة سهلة وبسيطة وما تتطلبش منا حتى جهد، مكوناتها متوفرة في كل دار. ما تنسوش باش تدعموني في القناة، تضغطوا على زر الجرس، صابوني وتعملوا لايك باش يوصلكم كل جديدنا. مكونات البراونيز، أول حاجة باش نبدو بها شوكولاتة، 200 جرام شوكولاتة، 150 جرام زبدة، عليهم 100 جرام سكر، 60 جرام فرينة. الفرينة والكاكاو عملت مع بعضهم. 30 جرام كاكاو مر، حاولوا يكون نوعية رفيعة. ساشي سكر فانيليا ورشة ملح، واشترى مغرفة صغيرة قهوة سريعة الذوبان. نذوب الشوكولاتة والزبدة، يا اما نحطوهم في الميكرووند ولا نحطوهم في حمام مائي. المرحلة الثانية باش نخلطوا النواشف مع بعضهم، لازمنا نغربلوهم، والعظم باش نخلطوهم مع بعضهم بالباهي يبيض الخليط. بسم الله. خليط الزبدة والشوكولاتة نخلوه على جنب يبرد شوية وبعد نستعملوه. توا باش نضيفوا النواشف. بسم الله. كما تشوفوا باش ناخذ معكم القالب هذا باش نعمل فيه البراونيز. تختاروا القالب اللي تحبوا عليه والشكل اللي تحبوا عليه. بابي كويسون كما شفتوا هذا القالب. توا باش نحطوا الخليط. بسم الله. شويه مكسرات تنجموا تعملوها من داخل. اخترت لهني زوزة، نجموا تعملوا بوفريوة اللي تحبوا، تعطينا هكا اللون المزيان ودقرميشة والصحة. الفرن بتاعنا يسخن على 160 درجة، نخلوه 20 دقيقة، بين 20-25 دقيقة، ونرجع مع بعضنا ان شاء الله في التقديم. هذه البراونيز بعد ما طابت خليتها بردت باش نحاها. ما شاء الله ريحة. وهذا كان فيديو اليوم براونيز بالشوكولاتة. كما شفتوا مكوناتها سهلة وبسيطة، ريحتها فاوحة وطعمتها بنينة تهبل. تبعوا المكونات وان شاء الله تنجح معكم وتاكلوها بالصحة والهنا. حاجة بنينة، حاجة في الدار وصحية، نجم نهزوها لومجة نعطوها لصغيراتنا. وتوا ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة جديدة. سلامة وفي امان الله.